اهلا بكم معانا ان شاء الله. حلقتنا النهارده مميزه جدا جدا جدا. هنعمل الفراخ دي ني في ني، هتشوى معانا بطعم حلو وريحه حلوه وبهارات تتبيله خطيره. في الاخر كده احلى فراخ هتاكليها ان شاء الله. هتعمليها في الفرن بالطريقه السهله البسيطه دي، مش هتاخد معاكي اكتر من ساعه. هتستوي معاكي البطاطس دايبه دوب ومستويه جدا، والصوص بتاعها خطير. زي ما انتم شايفين الفراخ عامله ازاي، وهوريكم اللحم بتاعها من جوه. طبعا الشوربه دي انا كان عندي شوربه كده بايته في التلاجة، فطلعتها قلت اقدمها مع الفراخ، لان طبعا انا عاملاها من غير شوربه ولا حاجه. تمام. شوفوا الفراخ عامله ازاي ما شاء الله، عسل عسل عسل، مستويه جدا. طعمها حلو، اللحم بتاعها ابيض جدا ومستوي اهو، والصوص بتاعها اللي هي مستويه فيه خطير، بجد خطير. فايتكم كتير لو ما جربتوش الطريقه دي. تعالوا نشوف مقاديرنا. انا معايا طبعا الفراخ بتاعتي مقطعاها وغسلاها كويس جدا، ومعايا 3 حبات من البصل مسكتهم قطعتهم طرنشات وخرطتهم في الصينيه، وحبيتين من الطماطم وكام فص توم. والبهارات بتاعتنا بقى حطيت بهار فراخ وبصل وتوم باودر وشويه من الكباب الصيني وفلفل اسمر وحبهان بمستكه كده. وطبعا اللي في النص ده ملح صخري. طبعا لو عندك بهارات تانية بتحبيها في الخلطات بتاعتك ممكن تحطي بهارات مشاوي زي ما انت حابه. تمام. الطماطم انا مخرطاها سلطه ناعم ودعكها بايدي كده. تمام. همسك بقى الخلطه بتاعتي دي كلها اقلبها على بعضها، البهارات على البصل على الطماطم، وهحط الفراخ فيها وهتبل الفراخ. تمام. طبعا الفراخ مش هتتبل معانا ساعتين ولا 3 ولا الكلام ده خالص. احنا يا دوبك هنديلها بس كده ايه، ضغطه كده بالفراخ بالبهارات بتاعتنا بالبصل بتاعنا، وعلى طول على طول هنحط فيها الخلطه بتاعتها وعلى الفرن على طول. تمام. كله ني في ني، مش هتشغلي البوتاجاز خالص الا لشويه الرز. تمام. معايا كام بطاطسايه كانوا عندي كده وحيدين، قلت اخرطهم واعملهم بقى على الصينيه القمر دي، وكام قرن فلفل، وحطيت قرن واحد بس من الشطه. لو مستغنيه عن الشطه مفيش مشكله. لو مش عايزه تحطي فيها بطاطس خالص، يعني تبقى بالبصل بس والطماطم، برضو مفيش مشكله. كل ده هقلبه في بعضه لغايه اما كمان البطاطس بتاعتي والفلفل يشربوا من الخلطه بتاعت البهارات بتاعتي، وياخدوا كمان من البصل. تمام. هرص بقى الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين. طبعا انا مقطعه الفراخ اللي كانت عندي دي تربيه بيتي، وكان حجمها كبير، فانا مقطعاها زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله بتفرط معاكي عدد كتير. وطبعا انا عامله حلقات عن تقطيعه الفراخ وازاي من فرخه واحده تطلعي اكتر من اكله. الصلصه دي بقى انا مسوياها في البيت. طبعا انا عاملاها ببصله كده، يعني كنت مجهزاها يعني ايه، تبقى عندي صينيه بطاطس لحاجه. هحط عليها كوبايه كبيره من الميه، علشان طبعا هي دي اللي هتسوي معايا الفراخ، وعشان يبقى معايا صوص كده للبطاطس. هقلب فيها الخلطه بتاعتي وافضيها على الصينيه القمر بتاعتنا دي. في المرحله دي انا مشغله الفرن على اعلى درجه حراره، عشان هحطها في الفرن وهقفل الفرن عليها، ويبقى كده تمام قوي. شايفين بقى القمر ده كله. ههز بقى الصينيه كده وبالمعلقه ادخل الصلصه تحت على البطاطس، واغطيها بورق الومنيوم وبورق زبده. تمام اهو. طبعا الكميه بتاعه الصلصه محدش يقول لي ده كتيره، لا هي قليله خالص والله، بس هو الطبق اللي باين في الكاميرا كبير. همسك بقى ورقه زبده واحده بس عشان اعزل بس ان ورق الزبده يبقى عازل بين الفراخ وبين ورق الالومنيوم. تمام. وهغطيها كويس. ممكن تحطي الخلطه دي في كيس اللي هو الحراري، بس انا قلت اغير معاكم واستخدم معاكم ورق الزبده وورق الالومنيوم. وعلى الفرن على طول زي ما هي، الفرن سخن جدا جدا. منزله الشبكه تحت علشان خاطر الفرن يسوي معايا بسرعه، يعني النار مشغلاها من تحت. بعد بساعه الا ربع كده بالظبط نزلت الصوص بتاعها اهو، وبقت مستويه جدا. انا بقى بشوفها استوت وبشوف البطاطس كده تمام قوي، بس لسه فيها صوص كتير. هعمل ايه، هشيل ورقه الالومنيوم واحطها ارجعها في الفرن تاني، وافتح الشوايه عليها لغايه اما تاخد وش، وطبعا النار من تحت هتسويها. كده بقى طلعت معايا بعد الشوايه اهو، ما خدتش معانا وقت خالص في الفرن. بعد ما طلعت الكيس من عليها او الورقه من عليها بتاعه الالومنيوم، هنغرف بقى الرز مع بعض ونشوف هنقدمها ازاي. طبعا هي طعمها بيبقى حلو قوي، لان طبعا البطاطس بتاعتنا شربت التتبيله الخطيره بتاعه الفراخ، والصوص اللي نزل من الفراخ كله البطاطس شربته، فطعمها حلو قوي. تمام. هنغرف ايه بقى دلوقتي، انا هوريكم بس وجبه كده شكلها عامل ازاي. البطاطس مستويه جدا، وكمان الصوص بتاعها حلو قوي وما هوش خفيف ولا حاجه. ادي شكل الرز. انا عملت جنبها رز بشعريه. اتمنى حلقه النهارده تحوز رضاكم، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طعمها حلو قوي. اتمنى تجربوها والله هتعجبكم جدا جدا جدا. طبعا الناس اللي ما بتحبش وقفه المطبخ هتعملها وتحطها في الفرن وتسيبها ساعه، تظبط المنبه بتاعها او التايمر ساعه كده بالظبط، وتطلعها تلاقيها تمام التمام. شايفين الفراخ عامله ازاي ما شاء الله. طبعا مستويه بزياده كمان ما شاء الله، حلو قوي قوي كمان. الى اللقاء في الحلقه الجايه. احلى عيله في الدنيا. عايزه منكم تشجيع حلو كده وكومنت حلو ودعوه ليا بظهر الغيب، ولايك حلو من ايديكم الحلوه. الى اللقاء يا احلى عيله.